دي ألذ كيكة شوكولاتة ممكن تحضروها في منتهى السهولة وفي خطوة واحدة، وفي الخلاط هنحضر الكيك والصوص مع بعض ومش هنقف في المطبخ كتير. وأول خطوة كأي كيك، سخنت الفرن على درجة حرارة 180. استخدمت كوباية ونص من الحليب ويفضل إنه يكون كامل الدسم، وضفت معاهم 3/4 كوباية من الكاكاو الخام ومعلقتين من النشا، وعليهم كوباية ونص من السكر، سكر عادي مش باودر ولا حاجة، ومعاهم معلقتين من القشطة اللي هي بتكون على وش الحليب، و3/4 كوبايه من الزيت. وابتديت ان انا اخفق كل المكونات دي مع بعض كويس جدا في الخلاط. الخطوه دي مهمه قوي اننا نستمر فيها لغايه ما نتاكد ان كل حبيبات السكر دابت تماما وتحول القوام للقوام الكريمي اللي انتوا شايفينه ده. واول ما بيوصل للقوام الكريمي ده باخد منه كوبايه ونص وبخليهم في اي وعاء خارجي، بحيث ان انا بعد كده استخدمهم على وش الكيك. والصوص ده تقدروا تستخدموه مع كل الحلويات اللي انتوا حابينها، او حتى في حشوات التورتات والدوناتس. وعلى مكونات خليط الكيك اللي في الخلاط بضيف عليهم بيضتين وبضيف معاهم الفانيليا و3/4 كوبايه من الميه المغليه. وما تخافوش من الميه المغليه، مش هتسوي البيض ولا حاجه. وفي الوقت ده بحضر المكونات الجافه اللي كانت عباره عن كوبايه ونص من الدقيق، باك من البيكنج باودر، ورشه من الملح، وبقلبهم كويس جدا مع بعض. ميكس كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. بعدها بضيف عليها المكونات السائله، وابتدي بعد كده ان انا ادخل المكونات في بعض، بس مش ببالغ في الخفق خالص. ولغايه ما بنوصل للقوام ده ابتديت بعد كده ان انا اصبها في قالب كنت دهناه بالزيت. القالب ده مقاسه 20 في 35، ودخلتها على فرن سخن على درجه حراره 180، واخدت في الفرن من 25 ل 30 دقيقه. وزي اي كيك بنختبر انها استوت باننا بندخل فيها سكينه او عود شيش دوج. اول ما بنطلع نضيف بعد كده بنتاكد انها استوت. بعد كده بغطيها لمده 10 دقايق بس لغايه ما تهدى. وهنا استنيت الكيك لغايه ما برد تماما، وده كان تاني يوم بالمناسبه بعد خبز الكيك، ما كانش نفس اليوم خالص. سبت الكيك لغايه ما برد تماما علشان اقدر اشتغل فيه. واذا انت عندكم كيك بيزنس او عايزين تعملوا الكيك من قبل المناسبه اللي عندكم وتحفظوه، تقدروا تحفظوا الكيك في التلاجة او في الفريزر لمده 3 شهور. ولو حابين تسقوا الكيك تقدروا تسقوه بحليب او حتى حليب بالشوكولاته زي ما انتوا حابين تسقوه فيه. وطبقه الكريمه دي اختياريه، لو عندكم دريم ويب او كريم شانتيه حابين تستخدموه تقدروا تعملوا كده. استخدمت حوالي كوبايه من الدريم ويب وخفقتها مع نص كوبايه من الميه، وخفقتهم مع بعض كويس جدا لغايه ما وصلت للقوام ده. بعد كده ضفت عليها معلقتين كبار من الصوص اللي احنا حضرناه مع بعض. ببتدي اقلبهم لغايه ما بس كل المكونات بتمتزج مع بعض، وابتدي ان انا افردهم على الكيك. ولازم الكيك في الوقت ده يكون على الاقل بارد، يعني حتى لو مش ساقع يكون بارد على الاقل. وطبقه الصوص الاخيره استخدمت فيها 3/4 كوبايه من الصوص اللي حضرناه، بس لقيت قوامه كان تقيل قوي لان الجو كان متلج. خففت بنص كوبايه من الحليب الدافي، وابتديت بعد كده ان انا اضيفه على الكيك. واهم تريك في الوقت ده هي ان انتم ما تضيفوهوش مباشره على الكيك، يعني عدوه على معلقه او حتى على مصفى، بحيث ان هو ما ينزلش مباشره على الكيك ويفضل الكيك متساوي زي ما هو. اهم حاجه في الوقت ده ان طبقه الكيك وطبقه الكريمه يكونوا ساقعين في الوقت ده، لانه لو الكريمه مش ساقعه كفايه لما هنضيف عليها الصوص هيدخل جوه الكريمه وهيمتزجوا ببعض، مش هتكون طبقات. وفي الاخر بشرت عليها تقريبا نص مكعب من الشوكليت بس من فوق بس علشان الوش. واهم تريك وانتوا بتقطعوا اي كيك، وخصوصا لو كان الكيك ده فيه صوص، ان انتوا بتعدوا السكينه بتاعتكم على ميه بتكون سخنه بتغلي، وبعد كده بتبتدوا ان انتوا تقطعوا بيها الكيك. يعني في كل مره قبل اي طبقه لازم بتعدوا السكينه بتاعتكم في الميه دي الاول، بحيث ان تقطيعه الكيك في كل مره تكون نظيفه زي ما انتوا شايفينها، ما يكونش السكينه شايله من الصوص او الكريمه وتدخل بعد كده في القطعه اللي بعدها. الكيك ده طعمه حلو قوي ومناسب قوي للتجمعات العائليه، تقدروا ان انتوا تحضروه لو في اي تجمع عائلي. اذا هتقطعوا حجم قطعه الكيك نفس اللي انا مقطعاها بحجم قطعه الجاتوه الكبيره، هيقطع معاكم تقريبا حوالي من 10 ل 12 قطعه، اللي هي بالحجم اللي انتوا شايفينه قدامكم ده بالظبط. ولكن انتوا طبعا تقدروا ان انتوا تقللوا في الحجم، فهيطلع معاكم عدد اكبر بكتير من الحجم اللي انا قلت لكم عليه. جربوا الكيك ده خطير، يعني في اي وقت عايزين تعملوا كيك ومكسلين تقفوا في المطبخ تعملوا كيك وصوص، تقدروا ان انتوا تحضروها بكل سهوله. وطبعا لو شايفين ان الكميه دي كبيره تقدروا تحضروا نص الكميه، وتقدروا تحضروا طبقه الكيك والصوص من قبل المناسبه اللي انتوا بتعملوها باسبوع كامل. لكن هتضيفوا المكونات على بعض يعني يوم المناسبه او قبلها بيوم بالكتير. جربوا الكيك وما تنسوش تقولوا لي على رايكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير.